تاخد سيجارة؟ لو سألت واحد مدخن عن أول سيجارة شربها هتكون إجابته إن واحد صاحبه عزم عليه بيها، أو إنه بس حب يجرب وقال أنا هشربها تفاريح كده كل فترة. ولكن في وقت قليل جدا بتتحول السجاير من مرحلة التفاريح والتجربة لمرحلة الإدمان والتعود. أنا أحمد شعبان ودي حلقة جديدة من الصيدلية. المخ هو عبارة عن مجموعة من الخلايا العصبية اللي بتتواصل مع بعضها عن طريق مجموعة من النواقل العصبية والإشارات الكهربائية، وكل ما النواقل والإشارات دي زادت كل ما كنت مبسوط ومودك مظبوط، ولو قلت بتحس إن أنت مكتئب ومودك مش مظبوط. والنواقل دي زي مجموعة من المركبات أشهرهم هو الدوبامين والسيروتونين وغيرهم كتير. وعشان نعرف ليه بتتعود على السجاير لازم نتكلم الأول عن أهم مكون في السجاير وهو النيكوتين. النيكوتين واحد من المركبات اللي بيزود الدوبامين والسيروتونين، واحنا لسه قايلين إن كل ما الدوبامين والسيروتونين زادوا كل ما كنت مبسوط ومودك مظبوط. وبالفعل كل ما تشرب سيجارة كل ما النيكوتين يزود الدوبامين والسيروتونين وتحس ان انت مبسوط، بل وكمان بيكون ليهم دور كبير قوي في تخفيف الضغط والتوتر. عشان كده دايما بتلاقي المدخنين اكثر شراهة للتدخين في وقت الضغط والعصبية. بعد ما بتشرب السيجارة بيبدأ النيكوتين ينزل في الدم ويبدأ يشغل الدوبامين والسيروتونين في المخ، وهنا مخك بيحب الموضوع وبيحب قوي النواقل العصبية لما بتكون كتيرة فيه. ولكن مفعول النيكوتين هو مفعول قصير، فبعد 10 دقايق كل النواقل العصبية اللي النيكوتين طلعها هتبدأ تختفي تاني، وهنا مخك ما يعجبوش الموضوع فيحسسك ان انت محتاج تشرب سيجارة تانية وسجارة في التانية في التالتة لحد ما تلاقي نفسك بتشرب علبة ولا علبتين في اليوم. وكمان المشكلة الكبيرة بتحصل لما بيحصل حاجة اسمها نيكوتين ديسنسيتايزيشن، وهنا السيجارة الواحدة ما بقتش كافية ان هي تحسسك بإحساس السعادة اللي كانت بتحسسك بيه زمان، فتبدأ تزود في الكمية ويبدأ التعود هنا. وده اللي يفسر لنا ليه مقولة أنا بس بشربها تفاريح هي أكبر كذبة ممكن تكذبها على نفسك، لأن بمجرد ما دخلت الطريق ده مش هتعرف تطلع منه تاني. والحقيقة احنا في الحلقة دي حاولنا نكون موضوعيين ونعرض إيجابيات وسلبيات التدخين، ولكن الإيجابية الوحيدة اللي شفناها هي الإحساس الوهمي بالسعادة، وإنك بتعود مخك على كمية معينة من النواقل العصبية مش هتخليه يعرف يعيش طبيعي بعد كده من غيرها، قصاد مجموعة كبيرة قوي من السلبيات هنتكلم عنها دلوقتي. بالنسبة للمخ بيقلل كفاءته وبيقلل قدرتك على التفكير الإبداعي، وكمان بيزود نسب الإصابة بالسكتات الدماغية. أما في العين بيسبب أمراض في الشبكية وممكن يؤدي لضعف النظر أو فقدانه. أما حاسة الشم والتذوق بيبدأ المدخن يفقدهم بالتدريج، وده اللي يفسر لنا ليه المدخن مش بيحس ان هو متأذي بدخان السجاير، لان حاسة الشم عنده مش بنفس كفاءة حاسة الشم لغير المدخن. وكمان التدخين بيأثر على مستقبلات التذوق اللي موجودة على اللسان، وده اللي يفسر لنا ليه المدخن مش بيحس بطعم الأكل ودايما بتكون أكلته ضعيفة، ده غير طبعا ريحة الفم الكريهة ومشاكل كتير قوي في اللثة والأسنان. أما في الرئة فهو المسؤول الأول عن الالتهاب الرئوي وصعوبة التنفس، بل كمان بيبوظ مكون مهم جدا في مجرى التنفس اسمه السيليا. والسيليا هي عبارة عن أهداب بتنظف مجرى التنفس من البلغم والأتربة وأي حاجة غريبة تدخل جواها. ولكن مع التدخين بتبدأ السيليا تبوظ وعددها يقل بالتدريج، فبالتالي المدخن ما يعرفش يطرد لا البلغم ولا أي جسم غريب يدخل جوا مجرى التنفس بتاعه. وكل ما دخنت أكتر كل ما الرئة بتاعتك اتضررت أكتر وتحول لونها من الوردي إلى الأسود وقلت كفاءتها على استخلاص الأكسجين. السجاير بتدخل جوه الرئة أول أكسيد الكربون بكمية كبيرة، وأول أكسيد الكربون يقدر يرتبط بكرات الدم الحمراء 120 مرة أكتر من الأكسجين. أنت متخيل الرقم؟ يعني قصاد كل 120 أول أكسيد الكربون في ذرة أكسجين واحدة دخلت جسمك، وده اللي بيموت خلاياك بالتدريج. وده اللي يفسر لنا ليه دايما المدخنين نفسهم قصير ومش بيقدروا يمارسوا الأنشطة الرياضية بشكل كويس، ده غير مشاكل كتير في القلب وتلف في الأوعية الدموية كلها، وكمان ارتفاع في ضغط الدم وزيادة مستوى الكوليسترول في الجسم، وده اللي بيسد الأوعية الدموية وبيزود احتمالية الجلطات. أما في الجهاز الهضمي فهو واحد من أهم أسباب الحموضة وارتجاع المريء، وكمان من أهم أسباب سرطان المعدة والأمعاء. وعلى مستوى المناعة فالتدخين واحد من أهم أسباب ضعف المناعة، وده اللي بيزود احتمالية إصابتك بأي عدوى. وهنا نسأل نفسنا سؤال، هل إحساس وهمي بالسعادة يساوي كل المشاكل اللي احنا قلناها دي؟ سيجارة واحدة مش بس هتكلفك ثمنها،
ولكن كمان هتكلفك حياتك. ودايما اهم مشكلة مع المدخن انه دايما فاكر انه يقدر يبطل في اي وقت، ولكن في الحقيقة انت كل ما بتسيب نفسك كل ما مخك بيتعود عليها ومش هيعرف يبطلها. فلو قررت تبطل سجاير وتدي لنفسك فرصة تعيش حياتك بشكل طبيعي، هنقدم لك 4 خطوات لو عملتهم إن شاء الله هتعرف تبطل. رقم 1، تستعين بالله ويكون عندك إرادة وتقول خلاص أنا مش هرجع للسجاير تاني. رقم 2، تستعمل بدايل النيكوتين. أنت جسمك اتعود على النيكوتين، لكن لما بياخده من السجاير ما بياخدوش لوحده، ولكن بياخد معاه مكونات تانية كلها مسرطنة. ولكن بدايل النيكوتين بيكون محتواها كله نيكوتين بس، وموجود في مكونات كتير بأشكال مختلفة على هيئة لبان أو لاصقات أو سبراي. وأشهر سبراي موجود في السوق دلوقتي هو نيكوريت. ثالث حاجة، استعمال الأدوية، والأدوية دي بيكون استعمالها تحت إشراف طبيب، وأشهرهم هو بابروبيون وفارينيكلين. بابروبيون هي مادة بتزود مستوى السيروتونين اللي موجود في الدم، وده لو رجعت الأول الحلقة هتلاقي النيكوتين كان بيعمله. يبقى احنا بنعمل نفس مفعول النيكوتين بس من غير نيكوتين. اما المادة التانية وهي فارينيكلاين، دي بتقلل احساس السعادة اللي كنت بتحسه بعد ما بتشرب سجاير، وبالتالي تيجي تشرب سيجارة بعدها تلاقي نفسك مش مبسوط وما استفدتش حاجة، وده هيساعدك كتير انك تبطلها. رابع حاجة، اطلب الدعم والتشجيع. اطلب الدعم من عيلتك، من اصحابك، من الاشخاص المقربين ليك، وكمان تطلب من اصدقائك المدخنين انهم يبطلوا يدخنوا قدامك ومحدش فيهم يعرض عليك سجاير. ومفيش مشكلة كمان لو لجأت لطبيب نفسي عشان تتعالج من ادمان التدخين. وعايزين نغير فكرتنا عن كلمة ادمان ووصمها بالعار في حياتنا. الادمان هو انك تتعود على الحاجة، اي حاجه، مش لازم تكون سجاير ومخدرات. موبايلك اللي انت ماسكه دلوقتي ومتعود عليه ده ادمان. لو اتعودت على الوجبات السريعه والاكل من المطاعم ده برضو ادمان. فمش عيب ابدا ان انا اقول ان انا ادمنت السجاير ومحتاج فعلا ابطلها. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت، وتدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه.